السلام عليكم، ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ جايلكم النهارده بشرح فيديو جديد. هنشرح في الفيديو طريقة عمل سافيوم، نسخة سافيوم باسمك. هعلمكم النهارده تعملوا النسخة باسمكم، كل يعني وصورتكم وكل حاجة يعني تخصكم. تمام. قبل ما نخش على الفيديو، اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو وكومنت يشجعني ان انا اكمل. ومعلش بتأخر عليكم بس عشان مش عارف ان انا اصور، لان بيبقى في ظروف كده يعني والثانويه وكده. تمام. فمن غير تاخير يلا بينا نخش على الفيديو على طول. هنحتاج في الفيديو برنامج الاي بي كي والنسخه اللي هنعدل عليها والام تي مانجر. تمام. هكون سايب لكم 3 برامج في قناه التليجرام، هتلاقوها في اول تعليق مثبت. تمام. هيكون النسخة بباسورد. تمام. فكمل معايا الفيديو. الباسورد هيكون مكون من 4 حروف هقولهم مرتين ورا بعض، يعني رقمين ورقمين. تمام. فقبل ما نخش على الفيديو، أول رقمين من الباسورد 25. تمام. استنى كمل الفيديو الآخر عشان تعرفوا الرقم التاني. فاحنا هنخش مثلا على يكون معانا النسخة باسمنا وكل حاجة يعني حقوقنا. ثانية أخش عليها، بس أنا مفيش نت عشان ما فيش شبكة ان انا افتح نت، يعني الخط اللي افتح عليه النت مفيهوش شبكة. فانا هوريلكوا حاجة بسيطة من بره كده اهو، زي ما انتوا شايفين هنا اهو عبد الله الكينج، عبد الله الكينج، عبد الله الكينج. تمام. وكل حاجة يعني باسم جوه برضه عبد الله الكينج. اعلمكم ازاي تغيروا كل ده، بس انا مش عارف ادخل على النسخة عشان مبقاش ايه نت. تمام. فهنخرج، ندخل الاول نغير الاسامي من على ايه الام تي مانجر. تمام. هندخل عليه، هيفتح معانا بالوجه ده. نضغط على ال3 شرط اللي فوق وبعدها على اكسترا بكي. تمام. هنضغط عليها، هندور على برنامج سافيوم اهو. تمام. هنضغط عليه وبعدها نعمل اكسترا بكي وبعدها نعمل لوكت. تمام. هندور على النسخة، نلاقي النسخة اهي، هنضغط عليها ونضغط على فاو. تمام. وبعدها شايفين الملف الاصفر ده اهو، هنضغط عليه ضغطة ونختار تاني واحدة، هيفتح معانا بالواجهة دي. تمام. شايفين عبد الله الكينج اهو، هنمسحه. تمام. هكون سايب لكم الاسم اللي انتوا تبحثوا عليه. ثانية واحدة بس هقول لكم حاجة. هنمسح عبد الله الكينج وهنكتب مثلا عبد الله محمد، اي اسم بقى ده اسمكم انتوا كده يعني. تمام. وهنعمل اوكي. تمام كده زي ما انتوا شايفين الاسم اتغير معايا. فهنيجي ندخل على اول واحدة وبعدها ندخل على ال3 نقط اللي فوق ده هم. ثانية، 3 نقط وبعدها ايه فيلت او فلتر. تمام. وبعدها هنبحث على ايه، على الكلمة دي اللي هكون برضو سابقالكوا في قناة التيلي. تمام. هتبحثوا عنها، تعمل اوكي اهو، هيجيلكوا كل الحاجات اللي باسمها اهو. تضغط على اول واحدة، مثلا عاوزين نغيرها باسم ايه، عبد الله محمد. ثانية، هنمسح دي عبد الله الكينج دي وهنكتب ايه عبد الله محمد، هنعمل اوكي. ونفس النظام التانية. تمام. عبد الله محمد اوكي. والتاني ده فين اهو. تمام. عبد الله محمد. تمام اوكي. والأخيرة نفس النظام عبد الله محمد، عبد الله محمد اوكي. وهنضغط على ال3 نقط اللي فوق بعد ما نخلص، هنعمل سيف كده تحفظ معانا. فهنرجع رجعة وكمان رجعة وكمان رجعة. هنعمل ايه علامة الصح دي، لو مش متفعلة معاك هتفعلها وهنعمل اوكي. تمام. هترجع كمان رجعة هتلاقيها ايه. عاوزين بقى نغير الاسم من بره، نضغط عليه ضغطة مطولة وبعدها نعمل ريم او رينيوم. تمام. وبعدها تكتب اي اسم انت عاوزه، مثلا احنا هنكتب عبد الله محمد برضه. تمام. هنعمل اوكي اهو، اتغيرنا معاك. تضغط عليها وتضغط على انستل وبعدها نعمل، بعد ما نضغط على انستل تثبيت، هنستنى يثبت معانا. نعمل برنامج يثبت معانا. فهنضغط اهو، الاسم اتغير زي ما انتوا شايفين. هندخل عليه زي ما انتوا شايفين كل حاجة اتغيرت. عبد الله محمد،
عبد الله محمد بيمسي، عبد الله محمد مثلا. ثانية هنخرج نمشي حساب مثلا زي ما انتوا شايفين عبد الله محمد. تمام اهو كل حاجة عبد الله محمد زي ما انتوا شايفين. نخرج تمام. طب انت بعد ما بتعمل بقى حساب، بعد يعني ما بتعمله بايه وبتفتح، بيكون اللي بتاع صورتك جوا صورتي. انا حاطط صورة تانية، فازاي انا اغير الصور دي؟ طبعا انا مش نت معلش مش عارف افتحه، بس انا اعلمكم ازاي تغيروا الصورة دي دلوقتي. هنخرج ونضغط على الاي بي كي. تمام هكون برضو سابقه في قناة التليجرام. هنستنى بس يدخل ثانية اهو هيفتح معاكم كده. نضغط على تاني واحدة. تمام هنجيب النسخة اللي هنعدل عليها اهي فين اهي، نضغط عليها برضو، نضغط على تاني واحدة وهنضغط على اللي في النص ده اهي. تمام زي ما انتوا شايفين ده كل الصور. تمام هندور على الصورة بتاعت تاني هي فين، هندور بالراحة ثانية بس اهي. زي ما انتوا شايفين اهي الصورة دي بتكون اهي ظاهرة في ايه، في بتاع السهم دي. عاوزين نغيرها نضغط على السهم ده اهو. تمام هنختار بقى اي صورة انتوا حابينها. تمام هيفتح معاك ايه الملفات بتاعتك اهي، يفتح معاك الملفات بتاعتك بالوجه دي. فانت هتكون عارف بقى الصور بتاعتك فين. يعني انا حاطط الصور بتاعتي في الداونلود اهي. تمام مثلا نضغط هنا اي صورة مثلا ثانية، عاوز بس مثلا اجيب الصورة دي اهي، الصورة اتحطت معانا. وهكذا بقى ادور هو في صور كتير مش صورة واحدة. ثانية اهي كمان صورة اهي، فنضغط عليها برضو نغيرها اهي بأي صورة تانية مثلا دي اهي. تمام ندور تاني كده في حوالي 4 صور يعني اهي كمان 2 اهم. واحدة اهي هنروح على السهم دي اهو، هنيجي على دي مثلا. تمام ونفس النظام دي اي الصورة بقى انتوا تختاروها. انا بختار اي حاجة عشان الفيديو بس ما يطولش. تمام انتوا بقى تحطوا اللي انتوا عاوزينه. هذا كمان صورة ثانية لأ، نضغط على السهم هنيجي على اي صورة مثلا دي تاني. تمام وبعدها ايه مفيش صور تانية. انتوا بقى تدوروا على اي حاجة. في كمان صورة اهي نضغط عليها. انتوا بقى ايه تجيبوا كل الصور. تمام فايه مثلا دي اهي. تمام ثانية نشوف حاجة تانية كده. لأ كده معادش في صور. تمام بعد ما تخلصوا يعني تعملوا الشاي يتم السيف اللي تحت ده هنضغط عليها، وكده هيضل يحمل لحد ما يجيلنا ايه البرنامج. لحد يعني كده بيحمل ايه بيحدث يعني اللي بتاع التطبيق، فنستنى لحد ما يخلص. تمام كده زي ما انتوا شايفين خلص معانا. هنعمل على انستل هنضغط عليها اهو زي ما انتوا شايفين هيجيلنا تثبيت فهنثبت. بس انا مش هثبته يعني عشان نبقى نغير في البتاع. فهو انتوا هتثبتوها تيجي مثلا تعمل حساب بقى وهتدخل عليها تلاقي كل حاجة بصورتك باسمك بكل بقى بتاع كل تفاصيلك يعني زي ما انت هتحط بقى. تمام فدلوقتي الفيديو وعاوز اوضح لكم حاجة. اي حد عاوز حسابات سافيوم هكون سايب لكم بوت التواصل الخاص بيا يعني او معرفي في وصف الفيديو. تمام هتخش عليه وهتكتب لي عاوز حسابات سافيوم. انا هكون متواصل معاك، هكون بعت لك يعني مثلا 10 او 15 حساب على الخاص. تمام فدوت كان الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. واخر رقمين في الباسورد هيكون 55.